السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش على صوتي، انا دايما طالعه لكم صوتي تعبان، فمعلش انا اسفة جدا. بس ما حبيتش اخر عليكم اكتر من كده. بصوا يا جماعة، البراند ده بقى يعني غالي جدا جدا جدا. فاحنا طبعا مش هنعمله يعني انتوا هتشوفوا المقادير بتاعته عاملة ازاي. بس هيطلع لنا كمية كبيرة. حتى لو صرفنا عليه تقريبا قلنا 100 جنيه، هيطلع لنا اكتر من 20 واحدة. يعني مش لدرجة 60 جنيه الواحدة يعني في المكان بتاعه. او مش عارفة دلوقتي بقى بكام. زمان قالت لي صاحبتي اشتريته ب60 جنيه. دلوقتي مش عارفة بقى بكام، اللي عارف يكتب لي بكام. المهم حلو جدا وطري جدا جدا جدا، مع الصوص الخطير اللي انجي بتعشقه. تعالوا نبتدي بالصوص عشان نحطه في التلاجة. عملت كوباية مية عادية من الحنفية، كوباية من السكر بودرة أو السكر حبيبات بس يكون رفيع، مفيش مشكلة. عندي كوباية من سكر بودرة، دول أساسيين. تمام. بعد كده هنسيمه بإيه؟ بمعلقة زبدة، معلقة كبيرة من الزبدة. عندي هنا 3 مكعبات من الجبنة. أي نوع جبنة عندكم حطه، مفيش مشكلة. وهنا عندي كوباية إلا ربع بتاع الزيت، ومش هحطها كلها عشان هشوف القوام. الزيت هو اللي بيتقل لنا الصوص ده. وهضرب كله، تعملوه في الخلاط بالبلندر زي كده براحتكم. المهم تضربه كويس جدا، وما بياخدش ثواني وبيكون جاهز. عشان نجهزه هو الاول ونحطه في التلاجة. كل ما حطينا في التلاجة كل ما يتقل اكتر. فلما تشوفوه لسه عايز شوية، يعني مثلا لقيته تقيل قوي، حطوا مية، زودوا مية. يعني لو زودتوا الزيت وتقل معاكم قوي حطوا مية او لبن. عندكم لسه يعني طري، زودوا زيت. الزيت هو اللي بيتحكم لنا في الختران او التقولية او التقل بتاع الصوص ده. لو وصلتوا معايا لهنا اول مره تشوفوني، اعملوا لي اشتراك للقناه، واعملوا لي لايك الفيديو لو المحتوى بتاعي بيعجبكم، وشير مع اصحابكم عشان كل الناس تستفاد. فهنفضل احنا نضرب كده شويه لغايه ما القوام بتاعنا يتقل، وهوريهولكم هيبقى عامل ازاي. جربوا الصوص ده، خطير جدا وهيمشي مع حاجات كتير جدا. انا الصوص ده يعني خلاص انا معتمداه من زمان، ما بعملش غيره. انا السينابون منزلاه معاكم كتير، وهتخشوا تشوفوا وهتلاقوا نفس المقادير. انا ما بغيروش لانه بجد تحفة. وهو كده، ولما هدخله التلاجة هيتقل كمان. وهتشوفوه في اخر الفيديو هيبقى عامل ازاي. طعمه خطير يعني. بخصوص لو عملتوا الجبنة الحلوة و... ونوع لبن بودرة حلو، هيطلع معاكم حلو قوي قوي. تعالوا نبتدي في العجينة اللي اسهل من كده مفيش. حطيت دقيق، انا هعمل نص كيلو من الدقيق. طبعا نص كيلو من الدقيق ده بيطلع كمية كبيرة، كمية حلوة قوي. عايزين تقللوا تزودوا براحتكم، بس المقادير دي مظبوطة جدا، انا ما بغيرهاش. هي دي المقادير بتاعتي، بعملها على طول. عملت نص كيلو من الدقيق. هزود عليه هنا عندي معلقتين من اللبن البودرة، ومعلقتين من المايونيز. وطبعا المايونيز بيخلي العجينة طرية جدا وهشة وحلوة قوي قوي قوي. جربوا المايونيز. مش عايزين تحطوه براحتكم، ممكن تستغنوا عنه، بس جربوه بالطريقة دي وبالمقادير دي، وهتشوفوا هتحصلوا على أحلى سينابون وأحسن من البراند نفسه بشهادة الجميع. هنا عندي معلقتين سكر ومعلقة من الخميرة، كنت مدوباهم نص كوباية مية دافية. وحطيت علبة زبادي، وابتدي ازود، حطيت رشة ملح، وابتدي ازود المية واحدة واحدة. نص كيلو دقيق عشان حاطة زبادي، وحاطة نص كوباية مية في الاول مع الخميرة، فخد مني كوباية بالظبط. حسيتوا انه محتاج شوية مية، زودوا معلقة ولا معلقتين. لقيتوه زادكم في المية، زودوا شوية دقيق، مفيش مشكلة. غطيته وخليته من تلت ساعة لنص ساعة يخمر. وانتوا طبعا الخميرة دي على حسب الجو. انا بعمل ايه؟ بسخن الفرن شوية وبحط العجينة تتخمر معايا. لو ما عملتوش الحركة دي ممكن يقعد معاكم لغاية ساعة، عشان الجو دلوقتي برد. بعد كده جبت العجينة قسمتها نصين بالشكل ده. هنا هوريكم انا هعملها ازاي. لو الناس اللي ما بتعرفش تقطع السينابون الطريقة العادية، انا هوريكم طريقتين ازاي تقطعوه بأسهل، يعني بسهل جدا جدا جدا. طبعا انا دايما بقول لكم الحاجة سهلة جدا جدا، عشان انا السينابون بعمله كتير جدا. انا بعمله مرتين ثلاثة في الاسبوع. يعني كل اللي بيدوقوا من ايدي بيطلبوا طبعا. ما اقدرش اتاخر على الحبايب. فالسينابون ده يعني اعتمدوه بدل ما تشتروه من بره. وطبعا في مرات كده بنحب حد جاي لنا نوكله حاجه حلوه، حد
حد يعني نِفْسنا ناكل إحنا حاجة حلوة من غير ما ناخده. هنا كان عيد ميلاد ابن صاحبتي وكنت مودّياه لها على فكرة، وقبل كده كان طالبة منّي سحر أخت أنوشة وودّيته لها برضه. فهنا بعد ما فردت العجينة كويس جدًا، حطيت عليها 3 معالق من الزبدة، حطيتهم شوية في الميكروويف مش سايحين أوي ومش ماسكين أوي، فردتهم كده على العجينة، وجِبت 3 معالق من السكر، وحطيت عليه معلقة من القرفة، معلقة كبيرة مليانة قرفة. لو ما بتحبوش القرفة اعملوا الكاكاو، بس هو بيتعمل بالقرفة. حابين تخلطوا ما بين القرفة والكاكاو عشان يديكم اللون غامق، براحتكم، حطوا معلقة من القرفة ومعلقة من الكاكاو، فأنا بادّيكم كل الحلول. بعد كده لو مش عارفين تعملوه رول وبعدين تقطّعوه بيجيكم معوج أو أي حاجة، قطّعوه قبل ما تلفّوه بالشكل ده. مثلًا خلّوا 10 دقايق. 10 دقايق إيه يا جماعة، معلش والله تعبانة. ممكن تخلّوا 10 سنتي ما بين، لأ 10 كتير أوي، ممكن تخلّوا بتاع 5 سنتي، 6 سنتي، على حسب أنتم عايزينه كبير والّا صغير، كده بتتحكموا في السنتيات. المهم تقطّعوه بالشكل ده، وبعدين تبتدوا تعملوه رول بالشكل ده، تلفّوه بالشكل ده لغاية الآخر بالشكل ده. معلش تليفوني رن. وبعدين بتوقّفوه بالشكل ده، واللي فاضل ده بتحطّوه من تحت العجينة كده وتدوسوا عليه شوية. شُفتوا سهل إزاي؟ يعني بُصّوا أنا هاخلّيكم محترفين في المعجّنات، ناس كتير أوي بيكتبوا لي ملكة المعجّنات، ف هتبقوا محترفين في أي حاجة بتعملوها بالعجين. دهنت صينية بالزبدة وحطّيت فيها الكوّر بتاعتي. هنا هاورّيكم لو مش عايزين تقطّعوه هو مفرود، تقطّعوه بعد ما تلفّوه رول بالشكل ده. وطبعًا ده سهل وده سهل، أنا باسهّل عليكم أكتر يعني، اللي ييجيكم سهل اعملوه. وتقطّعوه بالسكين كده، ما عرفتوش تقطّعوه بالسكين اقطعوه بالخيط، فبراحتكم. نفس الطريقة أمسك الطرف الأخير كده وأحطّه من تحت وأدوس عليه بالشكل ده، وأحطّه في الصينية وأغطّيه وأخلّيه يخمر. بعد ما اتخمّر معايا بالشكل ده أكون مولّعة الفرن من فوق ومن تحت على 180. أول ما ياخد اللون الحلو ده نطلّعه ونغطّيه بفوطة ونخلّيه يهدى شوية. ونقدّمه مع الصوص. بُصّوا الصوص بعد ما أطلّعه من التلاجة بُصّوا بيبقى حلو إزاي وتقيل وجميل جدًا، جدًا، جدًا. ونحطّه على السينابون بالشكل ده. وعلى فكرة الصوص ده بيتحط على الكيك، بيتحط على حاجات كتيرة أوي، فإن شاء الله هاعمله معاكم مرّات كده نحطّوه على حاجات تانية مش السينابون بس. فهو ده السينابون بتاعنا جميل مع الصوص ده بيبقى تحفة. مش عارفة ابن سلفتي مسمّيه حاجة سينانون والّا سينانون حاجة زي كده، مش عارفة ما بيقولوش سينابون، فبيبقى فرحان يجري ياه هناكل سينانون، هناكل سينانون. فالأطفال بيحبوه جدًا. وهنا حبيت أورّيكم الطراوة بتاعته، طري جدًا وحلو أوي، أوي، أوي. وتخلّوه في التلاجة على فكرة ما يحصلوش حاجة، بس قبل ما تاكلوه دفّوه. يا رب الفيديو يعجبكم.